مميزات وعيوب جهاز انفينكس هوت 60 برو. في الاول خلينا ناخد المميزات اللي في الجهاز، ومن ضمن مميزات الجهاز المعالج اللي هو الهيليو جي 200. ده من ضمن مميزات الجهاز في الفئة السعرية دي، عشان ما فيش حد يفهم كلامي غلط. في الفئة السعرية دي المعالج من ضمن مميزات الجهاز. اما بقى الميزة الجامدة وهي الشاشة دي مش هتلاقيها بتردد 144 هرتز بدقة 1.5 كي اسف. مش هتلاقيها في موبايل بالسعر ده. السعر بقى الميزة التالتة اللي ممكن يكون محدش قالك عليها في 2026 او ممكن من 2023 لحد دلوقتي ما قلناش كلمة قيمة مقابل سعر. الموبايل ده بالنسبة للفئة السعرية اللي هو موجود فيها لا، قيمة مقابل سعر. اما بقى الميزة الموجودة التانية وهي التصميم، ده انحف موبايل لعند ال20,000 جنيه. مش هتلاقي موبايل سمكه 6.6 ملي بالشكل ده. والزرار اللي اتضاف هنا ده ميزة من مميزات الموبايل، تقدر تخصصه لأي حاجة. أما بقى عيوب الموبايل وهي عدم وجود ميكروفون لعزل الضوضاء. حتى لو في عزل ضوضاء بالذكاء الاصطناعي لكن مش هيديك نفس أداء الميكروفون. تجربة الكاميرات مش الأفضل في الفئة السعرية دي، وخاصة السيلفي بتلسع معاك شوية في التصوير. وبالنسبة لي أنا كانت دي مميزات وعيوب الجهاز، ولو حابب تشوف المراجعة كاملة موجودة على القناة على اليوتيوب.